هنخلل مع بعض سمك بوري. هنعمله فسيخ، هنعمل معانا احلى فسيخ كده ان شاء الله. بس الاول بنبدأ بقى ونصلي على النبي كده وبسم الله. هنا معايا حوالي 2 كيلو سمك بوري. تمام، انا بوريكم كده السمكة البوري بنجيبها صبحة. وسمكة البوري تعرفوها ازاي؟ بقها بيبقى بقها وراسها بتبقى عريضة. لكن في نوع سمك اسمه طبار، ده بوزه مدبب، يعني بوزه طويل. شايفين خياشيمها صبحة ازاي ولونها وردي؟ جميلة جدا. احنا بقى هناخده تحت الحنفية وبنغسل دماغه، يعني بنوقفه كده، بنخلي دماغه تحت وديله فوق، وبنغسل بقى كل ده، نغسل الخياشيم بتاعته حلوة قوي من الطينة. لازم تغسليها من الطينة وتصفيه خالص كده. بعد كده ما غسلناه اهو، شايفين بعد ما غسلناه شكله بيلمع ازاي؟ واهم حاجة يكون معاكي السمك صابح. تمام كده اهو، بقول لكم شايفين بقى بعد ما غسلته، شايفين الخياشيم بتاعته وردي وردي صابح، جاي صابح اصلا يعني. بسم الله ما شاء الله، كان طالع جميل جدا. هنا معايا بقى 3 سمكات كيلو، وهنا معايا سمكتين في الكيلو. تمام، يعني دول احجامهم اهو. دي كده السمكة الكبيرة، شايفين الخياشيم بتاعتها عاملة ازاي؟ بسم الله ما شاء الله، طالعة جميلة جدا وصابح وكويس جدا. ده البوري يا جماعة، اوعى حد يغشكم ويقول لكم على الطبار بوري، لا. البوري معروف بيبقى راسه عريضة من فوق وبوزه عريض. لكن الطبار بقه مدبب كده ورفيع. تمام، شايفين بتلمع ازاي؟ بقول لكم صبحه. نشفناه بقى حلو قوي بمناديل. هنجيب مصفى معانا ونسقطه بقى، نوقف راسه وتخلي راسه تحت وديله فوق. احنا في الشتاء، بنقعده حوالي 6 ساعات او 8 ساعات يتصفى. تمام، لكن في الصيف 4 ساعات بس او ساعتين بالكتير، لان الجو يبقى حر. هنا هنحطه، جبت مصفى وهحطه فيه كده، وقفيه في المصفى زي ما انت شايفه كده، راسه تحت عشان يصفى كل الدم اللي فيه. لازم الدم اللي فيه ينزل عشان ما يزفرش الفسيخ بعد كده. تمام اهو كده زي ما انتم ما شايفين كده. هنوقفهم بقى حلوين، ونحط في الخياشيم بتاعته مناديل. يعني حطي مناديل ووقفيه بقى كده. كده اهو بعد ما اصطفى معانا، شايفين بقى كده بعد مرور 8 ساعات كده نشف معايا. وشايفين ده الدم اللي بقول لكم عليه اللي نزل كده، دي الزياده اللي نزلت. وهنا معايا ملح خشن، بتجيبيه من عند اي عطار، قولوا له عايزه ملح رشيدي او ملح خشن. تمام، معلقه كركم بنحطها عليه، ونص معلقه شطه. لو مش عايزه الكركم ما تحطيش، لكن الشطه دي حطيها اساسي علشان بتحافظ على الفسيخ. تمام، يعني مادة حافظة. وقلبيهم بقى كده، وهنجيبهم بقى ايه، نحشيهم بالملح ده. تمام، لو وصلت لغاية هنا صلي بينا على سيدنا محمد عليه افضل الصلاة والسلام، وقولي لي بتتابعيني منين كده في كومنت حلو. وما ننساش الاشتراك ولايك وشير للفيديو ونفعل زر الجرس عشان يوصلك كل جديد. كده اهو نشفه بقى حلو قوي. انا عندي المناديل اللي كانت في خياشيمه، ونشفي بقى اي دم زيادة، اي حاجة سائل، اي سوائل تاني لقيتيها نشفيها. المهم ان احنا ننشف السمكة حلوة قوي كده، ميبقاش فيها مية خالص. تمام، ولما تسيبيه بينشف كده 8 ساعات تغطيه بحاجه عشان ما يجيش عليه دبان ولا اي حاجه. كده اهو الملح معايا. هنحشي بقى الخياشيم بتاعته بس. الخياشيم بس يا جماعه، افضلوا احشيها كده لغايه ما خلاص تتملي معاكي. وجسمه كده بنرش عليه ملح، هنحطه في كيس بقى. يعني الحاجات دي من السمك او الفسيخ، هنحشي راسه ونيجي حاطينه في قلب كيس زي ما هشوفه دلوقتي كده. او احشي بقه، افتحوا بقه برضو، وبنحشيه كده يا جماعه عشان كله يتحيق. تمام، عشان المادة الحافظة والملح دي يعني تفضل فيهم محافظة عليه. بقه والخياشيم بتاعته نيجي حاطينه في كيس كده، ونرش عليهم شوية ايه، ملح. دولت ال3 سمكات اللي هم وزن واحد، هنحطهم في كيس واحد وهنرش عليهم ملح ونقفلهم. السمكتين الكبار هحط كل سمكية في كيس عشان دول حجم كبير. تمام، كده اهو بنحشي اهو. وحطي في بقها بقى كده، حطي بقى واحشي طول ما انتي اي بق، يعني بق السمكة او خياشمة احشيها. احشيها ملح خشن كده وامليها قوي. تمام، كده نحطها عكس عكاس بقى، يعني حطي واحدة عكس واحدة. السمكية حطيتيها الاولانية، حطي التانية عكسها كده اهو. شايفين؟ نرش عليها ملح بقى، وبعد كده نكمل الباقيين نحطها عليها ونيجي نقفلها. شوفي ده مساج كده احنا بنعمله للسمكة. ده مساج بتعمليه من ناحية الظهر علشان اللحم يستوي معاكي على طول ويتطرى معاكي. نحشي بقى التانية دي ونحطها عليهم، وخلاص كده ايه، هنقفل الكيس. تمام، ونحشي الباقيين ونحطهم في الكيس برضو، ورش على وشهم كده ملح. نخلص دول بقى كل واحدة في كيس اهي، السمكية الكبيرة حطيناها في كل واحدة في كيس. تمام، ورشي برضو عليها ملح كده على جسمها كله برضو ملح.
واركنيها لغايه ما نخلص ديت، ونيجي نلف بقى كل حاجه كده. طلعنا الهوا، هنربطها ونركنها بقى لغايه ما نخلص التانية دي كمان. تمام كده اهو، حطينا كده خلصناه. هنحط بقى عليها شويه الملح، وبعد كده نقفلهم بقى حلو. اهم حاجه بقى المرحله دي في التقفيل. احنا هنا بنحط في كيس عشان الاعداد قليله، لكن انتي ممكن لو عامله عدد كبير ممكن نحط في عارفين اللي هو البرميل ده الكبير ده، ما بيحتاجش كيس بقى. يعني انتي بتحطي في البرميل على طول وبترشي عليه ملح كده. وطلعنا الهواء منهم، وهنا نحط بقى على دول برضو شويه ملح كده، ونيجي مطلعين الهواء من الكيس وقافلينه بقى حلو قوي. طبعا الكيس ده بقى افضلي حطي بقى في قلبك، يعني كيس جوه كيس جوه كيس، لغايه ما توصلي كده مثلا ل10 كيس وخلاص. اه حطينا كده اكياس كتيره قوي، اللي فيهم بقى في اكياس كتير جدا، وابعديهم عن اي ضوء او اي حراره. تمام، نلفه حلو قوي بس كده، المهم ما يخشلوش هوا. وبعد كده نحطهم يعني قبل ما نحطهم بقى في علبة هنبسطرهم. يعني لو عندك استريتش راب ممكن تلفيه بيهم، ما عندكيش ممكن ببكر السولوتيب زي اللي انتوا هتشوفوها دلوقتي دي، اللي هي البلاستر ده كده اهو. هنحط بقى شوية الاخر دول برضو في اخر كيس. اخر كيس اهو. هنيجي جايبين بقى البلاستر ونيجي بقى ايه نلف، تفضلي لفي بقى عليها كده لغايه ما تقفليها خالص، برشميها. تمام، احنا عايزينها مبرشمه عشان ما يخشلهاش اي منفذ هوا كده اهو. خلاص، هنجيب بقى البلاستر ونقعد بقى نلف اهو كده زي ما انت شايفه كده. اقعدي بقى لف 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 كده لغايه ما تقفلي كله. وبعد كده لو عندك علب بنحطه في علب كده بغطا ونقفله ونركنه بقى في مكان بعيد عن المطبخ. وكل يومين افضلي قلبي في الكيس ده، يعني قلبتيه على الجنب ده وبعده قلبيه على الجنب التاني اهو كده. حطيناه في العلب ونركنه. التانية برضه هنقفلها بنفس الطريقة ونرجع لكم تاني بقى. احنا بقى في الشتاء بنقعد الفسيخ بين 10 ايام او 15 يوم على حسب السمكة. في الصيف اخره خالص في السوا بيقعد 5 ايام يا جماعة، لان الجو بيبقى حر. لكن احنا في الشتاء بتختلف، احنا حطيناهم اهو بقى كده خلاص ونركنهم. وزي ما قلت لكم بقى كل يومين نفضل نقلب في الكيس ده، كل يومين نقلب في الكيس. جينا هنا بقى بعد ما استوى معانا اهو، هنفتح واحدة. دي كده السمكة الكبيرة. نفتح منها واحدة كده. انا كنت فاتحة واحدة قبلها بصراحة بيوم، يعني انا ما قدرتش اصبر بصراحة، طلعت واحدة عشان ناكل بيها وكده. كده اهو نفتح بقى عليها، شايفين بسم الله ما شاء الله مستوية ازاي ونضيفة، ولا هي بايظة ولا اي حاجة فيها خالص. شايفين اصلا السمكة بتلمع ازاي، شايفين السمكة وشكلها. كانت طالعة بصراحة عايزاه بقى حادق شوية، هو ده كان طالع مظبوط. عايزاه يقعد يبقى حادق قعديه كمان يومين. تمام، شايفين بقى. هننضفها كده وشوفوا قلبها بقى. شوفوا قلب الفسيخ طالع عامل ازاي، بسم الله ما شاء الله، طالع زي الزبدة. زبدة كده، ولا السمنة اللي نازلة منه كمان. شايفين لونه وردي وطري وجميل جدا، ونضيف كمان من جوه. يعني هو الحمد لله ولا ريحة ولا اي حاجة، نضيف جدا. وشايفين لونه كمان، يعني لونه يغني عن شكله كمان، وطعمه احلى وزبدة دايب كده. دول بقى ال3 سمكات اللي هم الكيلو دول كده، اللي هم محطوطين مع بعضهم. هنفتح عليهم بقى ونوريهم لكم. شايفين بسم الله ما شاء الله كده السمك الفسيخ خد الملح اللي هو عايزه خلاص، وبينطر الملح الباقي. يعني انا هوريكم دلوقتي اهو، بقول لكم كده خد الملح اللي هو عايزه، وده الملح الزياده خلاص اللي هو كده نطره خلاص. ده الملح اللي هو نطره كده. ده كده هننضف بقى منها واحده. بصي افتحي على طول، قصي كده وافتحي بطنه على طول، هو كده كده نضيف. شايفين اللون، يعني كمان لون وطعم جميل جدا. شايفين شكله عامل ازاي. انا كان واقف ورايا تتار عمال يقول لي خلصي خلصي عشان عايزين ناكل. شايفين. ننضفه بقى ونيجي بقى ايه، تطلعي الجزل دي بقى نضفيه كده واسحبي بقى الجزل دي. طبعا السفاية ديت احنا بنركنها على جنب لها طبعا، دي قاعدة مخصوص كده عشان ناكلها براحتنا. تمام. بصي بقى اخلي كده اهو. شايفين الجزل بقى بتطلع معاكي سهل ازاي. شايفه لونها اصلا، شايفه لونها، وحتى السفايه اللي فيها ولا الشوك بطلعها سهل خالص ازاي. شايفين بسم الله ما شاء الله كان طالع زي العسل اهو كده. نحطهم بقى في علبه ونيجي حاطين عليهم بقى زيت وليمون وخل، ويعصر عليهم ليمون كتير بقى، وبنحطه في التلاجة وناكل منه كده اهو. شايفين بسم الله ما شاء الله طالع تحفه وطالع مزبد وجميل جدا. شايفين شكله اصلا بسم الله ما شاء الله. وانضف كمان لما تعمل يعني لما بتعمليه في البيت بيبقى انضف. شايفين ادي التانية اهي. بسم الله ما شاء الله. شايفين الزبدة اللي فيها والسمنة، يعني شايفين لون السمنة كمان.
طالع مستوي ودايب خالص. ما ننساش بقى نعمل اشتراك ولايك وشير للقناة لو الفيديو عجبك. لو الفيديو عجبكم يا ريت بقى نشترك في القناة ونكتب تعليق حلو عشان الفيديو ينتشر والكل يستفيد. بألف هنا وشفا.